هو أنت بتتعاقب على الهفوة والمدير يقوم من الكبوة كأن مفيش حاجة حصلت؟ ده ترند الموسم يا صاحبي. إدارة عقابية تدي الدواء المغشوش يبوظ أكتر ما يصلح. اسمعني للنهاية. في شركات كتير العقاب بقى سلاح، والإنذار بقى تهديد، والملاحظة بقت خناقة. مدير يكتب إنذار عشان زعلان، مشرف يجازيك عشان محرج قدام حد، وحد تالت يرمي العقوبة عشان يلاقي شماعة لفشل الإدارة. العقاب الصح يرفع الموظف، العقاب الرديء يقص جناحه، يكسر ثقته، ويحول أحسن دماغ عندك لإيدين بتشتغل وعقل غايب. إحنا ما غلطناش بس في إزاي نعاقب، إحنا غلطنا في فهم العقاب أصلاً. العقاب مش ورقة تتلوح، ولا حركة استعراض، ولا نص نظامي نطفي بيه غضب حد. العقاب أداة تطوير، لو ما طورش يبقى أساء. تعال نسمي الحاجة باسمها. مفيش شركة بتنهض ومديرينها بيستخدموا العقاب يرهبوا مش يعلموا، ومفيش فريق بيجري وهو نصه مستنزف من الخوف، غلطة واحدة وتتحرق سيرته. ده مش شغل، ده ترويض، وده مش حزم، ده ضعف متجمل. طب الحل؟ تعال نرجع للعقاب معناه المحترم. العقاب يبقى تعلم، تصحيح، منع تكرار، نقطة ومن أول السطر. لو أنت قائد وعايز تنقذ الليلة، شخص على الداتا مش على المزاج. إيه اللي حصل؟ فين الخلل؟ أثره كان إيه؟ قولها واضحة، أنت غلطت هنا، من غير إهانة ولا لف. خطة تحسين قصيرة وواضحة، 3 خطوات، مالك لكل خطوة وميعاد مراجعة. اديله اللي يكمل بيه، تدريب سريع، تبسيط إجراء، تقليل حمل مؤقت. راجع بعد أسبوعين، اتصلح، اتكرر. لو اتصلح كافئ، لو اتكرر عالج السبب الأعمق. كده احنا بنبني إنسان ونرجع طاقة، مش بنكسر روح. ولو انت الموظف اللي وقع، امتلك الغلط بسرعة وقول أنا قصرت في كذا وهعمل 1 2 3. اطلب الخطة مكتوبة، وثق كل تواصل، واسمع داتا قبل الحكي. ولو لقيت العقاب بيتحول لانتقام متكرر أو سكينة جاهزة عليك، اعرف إن المشكلة مش فيك لوحدك، المشكلة في مناخ مريض. ساعات الشجاعة مش إنك تصمد، الشجاعة إنك تمشي بكرامتك قبل ما صوتك يختفي. خليني أقولك المشهد اللي لو شفته اعرف إن الشغل رايح لصحته. الإنذار يبقى تعليمي، الملاحظة هدفها تحسن مش تحرج، الغلط يتقفل بدروس مستفادة تتوزع على الكل من غير تسميم ولا فضايح، والمدير يتحاسب على كبوته زي ما الموظف يتحاسب على هفوته. يومها العدالة لن تنتقي، والضيفية لن تنقص، والناس تبطل تمثل تمام يا فندم وتبدأ تشتغل بضمير. الخلاصة السهلة، الإدارة مش فن العقاب، الإدارة فن بناء البني آدم وتصفيح السلوك واستعادة الطاقة. الشركة اللي ما تعرفش تعاقب صح ما تعرفش تقود. وانت سواء قائد أو موظف، اختار تكون جزء من شفاء المكان مش جزء من مرضه. اكتب لي في الكومنت كلمة واحدة شايفها ناقصة في شركتك: عدالة، تعليم، خطة، احترام. وقول خطوة هتعملها خلال 77 ساعة. قائد هيحول إنذار لخطة تحسين، ولا موظف هيطلب توثيق وخريطة منع تكرار؟ ومنشن حد محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. لو حسيت إن الكلام لمس قلبك، شاركه. يمكن يكون الفرق بين شركة بتعاقب عشان تنتقم وشركة بتصحح عشان تكبر.